النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تفسير المانجا في المنام. المانجا في المنام بيجيلي عنها أسئلة كتير، بالمناسبة وإحنا كمان في موسم المانجا. المانجا دي دليل على خير كبير وعلى نجاة من هم. لو حد مثلا في ضيقة أو في مشكلة وحلم بالمانجا فده بشرة خير ليه إن شاء الله، ربنا ينجيه من الهم دوت وهيبقى له فرج قريب. وشجر المانجا في المنام رزق لسه جايله في الطريق، يعني لسه رزق ما كملش. حد لسه هيدخل مشروع وهيكتمل بخير، حد هيدخل وظيفة وإن شاء الله هتبقى الوظيفة دي بشرة خير ليه. ولو حد حلم بمانجا مش حلوة، فاسدة مثلا، أو يعني فيها مش حلوة، شكلها مش حلو أو طعمها مش حلو، فده دليل على إن في مشكلة هو هيمر بيها، والمشكلة ديت يعني هتعدي بإذن الله لو هو ما كلش منها. لكن لو مانجا شكلها حلو وكل منها فكده الرزق ان شاء الله جايله في الطريق وهتبقى ليه اخبار حلوه هيسمعها. والعصير المانجا في الحلم او عامه العصير في المنام من المبشرات بالخير. امور هو كان فاهم انها هتبقى صعب ان هي تحصل، لكن ان شاء الله ربنا هيسرها له وهيبقى له فرج قريب. وكده يا رب دايما ابشركم بالخير. واي حد ليه سؤال يبقى يبعتهولي في الكومنتات. وتابعوني. باي باي.